يدور قصة المسلسل حوالين كوبرا اللي بيمثل شخصيته محمد عادل إمام وهو خارج من السجن، وبيبتدي إن هو يتوب أو عاوز يتوب يعني، ولكن قبل ما بيتوب بيكون ليه فلوس عند المعلم اللي كان شغال عنده اللي اسمه شيخون، اللي بيقوم بدوره الفنان مجدي كامل، وعامل دور كده يعني تحسه ما بين شخصية عبد الملك زرزور في إبراهيم الأبيض اللي كان عاملها محمود عبد العزيز، وما بين حسن حسني في فيلم خارج عن القانون بتاع كريم عبد العزيز. عامل ميكس كده ما بين الشخصيتين. العالم اللي هو شيخون ده مستني من كوبرا انه يرجع تاني لطريق الاجرام، وان هو يسرق له احد البنوك، وضغوطات الحياه بتضغط كوبرا رغم ان هو عاوز يتوب ان هو يعمل عمليه السرقه دي. لكن صبيان المعلم شيخون اللي كانوا حواليه كانوا بيغيروا جدا منه، ومن ضمنهم شخصيه اخو شيخون نفسه اللي اسمه في المسلسل حربي، عاوز يتخلص من كوبرا باي شكل من الاشكال. كوبرا كان متفق مع المجموعة وعمل لهم الخطة بتاعت اقتحام البنك من غير ولا نقطة دم، ولكن حصل في الأمور أمور وحصل اشتباكات ما بين العصابة وما بين الناس اللي موجودة في البنك، مما أسفر عنه إن في حد من الأمن مسك واحد من العصابة، فحربي اللي هو أخو شيخون طلع مسدسه وضرب الراجل بالنار موته. وفي واحد اتمسك من رجالة وصبيان شيخون اللي كان معاهم في العملية، وفتن على كوبرا وقال إن كوبرا هو اللي عامل العملية دي وهو اللي واخد الفلوس وهو اللي مخطط كل حاجة. في نفس الوقت والبقية العصابة هربانة بالفلوس بيحاولوا إن هم يضربوا كوبرا داخل العربية الفان اللي كانوا سايقينها، فكوبرا بيضربهم برضو. محمد عادل إمام في أفلامه ومسلسلاته التقليدية إن هو البطل الخارق اللي بيضرب كل الناس، لدرجة إن في مشهد شفته في الإعلان بتاع المسلسل، عارفين في فيلم سوبرمان مان اوف ستيل لما كان سوبرمان واقف كده والناس كلها حاطة ايديها عليه كده، ناس كده يعني مبهورة بيه قوي، في مشهد في المسلسل شفته في الإعلان في منظر زي ده. يعني هو من الآخر كده محمد عادل إمام دايما يصور لك نفسه في المسلسلات على إن هو سوبرمان المسلسل. المسلسل أحداثه جميلة جدا، سريعة جدا، الناس اللي بتحب الأكشن كوميدي هيعجبها جدا. تمثيل محمد عادل إمام ما أقدرش أقول إن هو لا بيتطور ولا برضه بينزل في المستوى أو بيتدحضر، لا، تمثيله ثابت، هو نفس كل حاجة بيعملها أو نفس الحاجات اللي انت متعود تشوفها من محمد عادل إمام هتلاقيها في المسلسل ده. جرعة كوميديا لطيفة جدا موجودة في المسلسل، متمثلة في شخصية محمد عادل إمام طبعا، اللي يا إما هو بيقول الإفيه أو بيكون هو مستقبل الإفيه، وده بيحصل في كتير من مشاهد المسلسل، وده بيطلع منه كوميديا لطيفة جدا. في شخصية بتاعت ممثل أنا مش عارف اسمه إيه الصراحة، الراجل ده أول مرة أشوفه، ولكن دوره في المسلسل جيد جدا لغاية دلوقتي. في أول حلقتين بيعمل حاجات كوميدية ظريفة جدا. في معانا أحمد فتحي برضو في المسلسل، لسه ما شفتش منه كتير الصراحة، ولكن لغاية دلوقتي يعني مش قد كده. في آخر الحلقة الثانية المسلسل خد المنحة بتاع فيلم أبو علي بتاع كريم عبد العزيز شوية، وهو إن كوبرا هربان من البوليس وهربان من العصابة والبوليس الاتنين بيدوروا عليه. فيا ترى بقى إيه اللي هيحصل؟ سوبرمان بتاعنا هيعمل إيه؟ فالحلقة الأخيرة برضو قفلت على إن هو بيبص في صورة دي فيها ناس كانوا معاه في السجن، 3 أشخاص كانوا معاه في السجن، وجاب لك مشهد كده في آخر الحلقة ان هم الشقاوة اللي كانوا بيعملوها في السجن ايام ما كانوا مسجونين مع بعض، وغالبا ان كوبرا هيستعين باصدقاء السجن القدامى علشان يطلع نفسه من المشكلة اللي هو فيها، وده اللي هنشوفه في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. مسلسل شكله ظريف جدا، مسلسل مسلي جدا. المسلسل ده ارشحه لو حد عاوز يشغل مسلسل يكون باك جراوند نويز كده، يبقى مش مركز معاه قوي، في قدر وجرعة من الكوميديا جيدة جدا، في برضو احداث شيقة وسريعة، في برضو اكشن مقبول جدا. اي نعم هو اكشن فانتازي الى حد كبير، ولكن الناس اللي بتحب النوع ده، في ناس كتير بتحب نوع الاكشن الفانتازي ده او الاثارة، افلام جون ويك، الحاجات دي هيلاقوا ضلتهم في المسلسل ده جدا. مسلسل جيد ارشحه، بدايته جيدة جدا واحداثه سريعة، ممكن اديله في نهاية حلقاته 10 من 10 لو حافظ على الريتم بتاع سرعته، لاني نفسي اشوف مسلسل حتى ولو 15 حلقة يكون الريتم بتاع الاحداث فيه سريع زي المسلسل ده. في بعض المسلسلات عملت كده في اول 3-4 حلقات وبعد كده الريتم نزل مننا في النص. اتمنى ان المسلسل كوبرا الريتم ما ينزلش فيه ويحافظ على ريتم الاحداث السريع
سريعة، لان احنا دخلنا على طول في المشكلة من نص الحلقة التانية، فعايزين نكمل على الريتم ده. لو حد شاف مسلسل كوبرا يا جماعة يكتب لي تحت في التعليقات، شرفوا وتنوروا جميعا. لو حد عنده اي رأي سواء في مسلسل كوبرا او في اي مسلسل تاني او في المحتوى اللي احنا بنقدمه، يا ريت تكتبوا تحت في التعليقات. واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.